السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الدوناتس بطريقة سهلة جدا جدا واقتصادية. هنعمل الدوناتس بتاعنا بدون حليب، بدون بيض، بدون زبدة، بشوية دقيق بس وشوية مية دافية ومعلقة خميرة ومعلقة سكر. هتعملي أحلى دوناتس إن شاء الله، وزي الجاهز بإذن الله، ونتيجته إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نقول في المقادير بتاعتنا. انا عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، حوالي نص كيلو. هتعايري الدقيق بالكوبايه بتاعه الشاي العاديه دي. تمام. عندي هنا كمان معلقه اكل سكر ومعلقه اكل من الخميره الفوريه، وعندي هنا كمان ميه دافيه للعجن. دي كده كل المقادير بتاعتنا. تمام كده. يعني هنعمل الدوناتس بتاعنا ب3 مكونات بس زي ما انتم شايفين كده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونبتدي نحضر فيه الدوناتس بتاعنا. عندي هنا الدقيق هناخد عليه المواد الجافة اللي هو السكر والخميرة. تمام. معلقة ومعلقة. وطبعا ضروري نحط فانيليا. الدوناتس ما تنفعش من غير فانيليا. هناخد حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا لو اللي هي الفانيليا اللي هي فيها سكر، اما لو اللي هي الفانيليا الخام هتاخدي حوالي ربع معلقة زي كده. تمام. دي فانيليا خام، فانا هحط طبعا ما بكترش منها. وهقلب بقى مقادير الجافه كده مع بعضها. تمام كده. دلوقتي بقى هننزل بالميه الدافيه. طبعا الميه الدافيه ملهاش مقدار، على حسب ما العجينه تلم معاكي. اقلبها بالمعلقه كده، وبعد كده هعجنها بايدي لحد ما العجينه بتاعتي تكون قوامها متماسك. الوقت ده كده شكل العجينه بتاعتي انا عجنتها كويس جدا. هي بتكون لازم عجينه تكون طريه كده زي ما انتم شايفين، والى حد ما ملزقه، مش ملزقه قوي بس هي زي ما انتم شايفين كده لازم تكون طريه. تمام. لازم تفضلي تعجني فيها كويس لحد ما تحصلي على قوام العجينه متماسك وناعم زي ما انتم شايفين كده. عندي هنا بقى الطبق اللي هحط فيه، انا دهناه بس بمسحه من الزيت. احط العجينه بتاعتي، وهاجي هنا برضو على الوش احط بس نقطه زيت كده على الوش. العجينه بتاعتنا مش حاطين فيها زيت ولا زبده ولا سمنه ولا اي ماده دهنيه، بس مجرد ان احنا حطينا نقطتين زيت على الوش كده عشان العجينه بتاعتنا ما تلزقش لما نغطيها. تمام. دلوقتي بقى هغطي العجينه بتاعتي واسيبها في مكان دافي تتخمر براحتها خالص. ده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت زي ما انتم شايفين كده، حجمها تضاعف ما شاء الله. انا سبتها بس في مكان دافي، ما خدتش وقت معايا في التخمير. شايفين بقى نقطه الزيت اللي احنا حطيناها في الارضيه بتاعه الطبق بتخلي العجينه تطلع معاكي بسهوله وما تلزقش في ارضيه الطبق. تمام. دلوقتي بقى انا هقطع العجينه بتاعتي لكور على حسب الحجم اللي انت عايزاه. اقطعها مثلا وليكن حجم زي ده كده. بسم الله. تمام. ده كده الحجم ده مظبوط. هقطع بقى كل العجينه بتاعتي او كل الكميه بتاعتي بنفس الشكل ده كده. دلوقتي بقى عندي انا سبتها بس تريح دقيقه واحده بس. كل كره هفردها كده يعني زي قرصه مدوره كده. تمام. هفردها بس شويه على قد القطاعه بتاعتي. انا هقطع بيه القطاعه دي، هفردها على قد القطاعه. تمام. يعني هي كده قد القطاعه بالظبط. لو ما عندكيش القطاعه دي هتعملي ايه؟ هتفردي. هي الطريقه دي احسن واسهل من الطريقه التانية اللي هي بتفردي العجينه كلها وبعد كده تقطعي بالقطاعه، وبعد كده بتلم العجينه وتفردها تاني، فبتاخد وقت معاكي. فانت لما تعملي كل واحده لوحدها كده اسهل واسرع كتير. تمام. هنفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الحجم بتاعها قد القطاعه اهي. لو ما عندكيش القطاعه هتجيبي مثلا كوبايه ستانلس وهتقطعي بيها على حسب الحجم اللي انت عايزاه، وهتيجي بحاجه اصغر يعني مثلا دايره صغيره او امبول عندك، او مثلا ايد معلقه خشب او اي حاجه عندك. هتعملي بس فتحه في النص كده هتعمل معاكي الفتحه بتاعه الدوناتس. تمام كده. وهتسيبيها بقى على جنب عشان تتخمر. دلوقتي بقى انا هوريكم بس هفردها ازاي او هقطعها ازاي اهي. بسم الله. لو عندك القطعه دي هتعمليها كده بمنتهى السهوله اهي. تمام. اتقطعت معايا اهي.
ممكن بقى لو حابه تقلي دي زي ما هي كده تسيبيها وتقليها زي ما هي، بدل ما تلميها وترجعي تعملي واحده تانية تقليها زي ما هي برضو بتبقى شكلها حلو. شكل الدوناتس بتاعي زي ما انتم شايفين، بعد ما قطعته كله حطيته على فوطه زي ما انتم شايفين كده، عشان لما اجي اقليه ابقى اشيل الفوطه زي كده. تمام، ارفع الفوطه بس واخد الواحده من عليها، عشان لو حطيتيها على الرخامه مباشره او على صينيه هتلزق فيها. فيفضل لو تخمريها على فوطه زي ما انت شايفه كده، وبتغطيها بفوطه تانية، او لو الفوطه عندك كبيره بتتني عليها الفوطه كده عشان تتخمر براحتها. تسيبيها بقى لحد ما تتخمر كويس جدا ويتضاعف حجمها. الدونات بتاعنا بعد ما تخمر زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حجمه تضاعف. دلوقتي بقى هنروح على البوتاجاز. عندي طاسة فيها زيت غزير هنقلي فيها الدونات بتاعنا. الزيت يكون سخن، ما يكونش بارد ولا يكون سخن قوي، يعني يكون حرارته متوسطة. تمام، عشان ما يتحرقش من بره ويكون من جوه ني. عايزة زيت متوسط الحرارة. تمام كده. ده شكل الدوناتس بتاعنا بعد ما حمرته في الزيت. انا حمرته في زيت متوسط الحرارة على نار هادية جدا عشان يتحمر من بره وفي نفس الوقت يكون مستوي من جوه. تمام، ما تحمرهوش على نار عالية عشان ما يتحرقش من بره ومن جوه يبقى ني. تمام، ياخد درجة اللون اللي هي الذهب الفاتح او الغامق زي ما تحبي. تمام كده، بس ما شاء الله مستوي من جوه وزي الفل. بس انا اسفة جدا على المقطع بتاع الدوناتس وهو بيتحمر، الكاميرا كانت فاصله وما قدرتش ان انا وما كنتش اعرف. تمام، فاعذروني بقى. فكل اللي انا عملته ان انا حمرته في الزيت مش اكتر من كده. تمام، اهو ده كده شكله لسه سخن جدا، لسه خارج من النار. انا حطيت تحته بس ورق كده مناديل عشان يصفي لو في اي زيت. هو ما شاء الله ما بيشربش زيت خالص. كمية الزيت اللي انا حطيتها زي ما هي، ما شربش زيت خالص. تمام كده، اهو ده كده شكله اهو. الدوناتس المظبوط تلاقي اللي هو في الجنب ده بتلاقي اللي هو الخط الابيض ده كده الدوناتس المظبوط. عندي دلوقتي صوص الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، صوص شوكولاته انا مسيحاه. عندي بقى الدوناتس كده، هاخد واحده الدوناتس وهنزلها في صوص الشوكولاته كده، هدورها بس كده اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان بحيث ان هي تتغطى كلها بصوص الشوكولاته. وصوص الشوكولاته ده هتلاقوا اللينك بتاعه ان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف في اول تعليق. ده كان باقي معايا صوص شوكولاته باقي من التورتيه اللي احنا كنا عاملينها. فشايفين ما شاء الله صوص الشوكولاته لامع عامل زي المرايه ازاي. لو عايزين تعرفوا الطريقه بتاعته ان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف وفي التعليق الاولاني، عشان لو حابين تعملوا الدوناتس وتعملوا صوص الشوكولاته الجميل اللي انتوا شايفينه ده. واحده تانية هعملها معاكم بصوص الشوكولاته كده، احطها في الصوص ودورها كده بحيث تتغطى كلها. وده بيكون شكلها. تمام، هكمل بقى باقي الكميه بتاعتي بنفس الشكل ده، وطبعا هترصيها على صينيه جنب كده لحد ما تخلصي الكميه كلها. ده كده الشكل النهائي للدوناتس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله، شكله حلو جدا ويفتح النفس. ان شاء الله يعجبكم، واقتصادي جدا جدا زي ما شفنا. بشويه دقيق ومعلقه خميره ومعلقه سكر وشويه ميه دافيه عملنا احلى دوناتس زي ما انتم شايفين كده، من غير زبده ولا حليب ولا بيض. عملنا احلى دوناتس، احلى من الجاهز مليون مره زي ما انتم شايفين كده. انا بس زينت الوش بشويه من الفرماسيل الالوان عشان يعطي لون حلو وشكل جميل كده زي ما انتم شايفين، عشان الولاد برضو بيحبوا الحاجات اللي هي المبهجه دي او الالوان المبهجه. عايزه بقى اوريكم واحده كده انا ما عملتهاش بالشوكولاته عشان اوريكم شكلها من جوه للي حابب يشوف شكلها. بسم الله، شايفين شكلها عامله ازاي من جوه، عامله ازاي حلوه جدا جدا. مستويه اهي، مستويه وقلبها عامل ازاي، حلوه جدا 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 بجد اهي. حاجه كده من الاخر تستاهل بقكم زي ما انتم شايفين كده. وشوفنا شكلها من جوه مع بعض شكلها عامله ازاي، مستويه جدا من جوه. انا زي ما قلت لكم سويوها على نار هاديه. في الاول الزيت يكون سخن من درجه حراره متوسطه، وبعد كده بتهدي النار بتسويها على نار هاديه عشان يستوي معاكم من جوه زي ما شفنا كده. ما شاء الله مستويه جدا من جوه اهي، وشكلها عامل ازاي، حاجه تفتح النفس بجد ومش مكلفه ابدا، اقتصاديه جدا جدا جدا.
هتعملي احلى دوناتس في البيت. يعني شوفوا الدوناتس بتباع بره بالواحده وبتكون غاليه كمان، انت عملتيها في البيت بطريقه اقتصاديه جدا جدا وبشكل احلى وزي ما انتوا عايزين بقى. ممكن تعملوها لو مش حابه تحطي فرماسيل، عندك شوكولاته بيضه هتسيحي شويه من الشوكولاته البيضه الاول، هتحطي صوص الشوكولاته الغامقه دي الاول، وبعد كده مثلا ممكن تعملي خيوط من الشوكولاته البيضه كده برضو، ده ممكن شكل تعمليه. يا رب يكون الفيديو متنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.